مريم بن عسكر النقبي. أنا أشغل منصب رئيس البروتوكول والعلاقات الدبلوماسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. هي جامعة حكومية تابعة للمجلس التنفيذي في إمارة أبو ظبي. وإحنا وجودنا في الجامعة لخدمة المنطقة في مدينة مسطر، والزوار اللي بيحضرون لزيارة رئيس الدولة والشيوخ في مدينة مسطر والمنطقة اللي قريبة منها يعني. أنا تخرجت من جامعة زايد بكالوريوس في الدراسات الدولية، وكملت بعدين في طيران الاتحاد. درست معاهم التحقت معاهم في برنامج الدبلوم القيادات بالتعاون مع هارفارد، وحصلت على دبلوم القيادات من هارفارد بالتعاون مع طيران الاتحاد. بعد التخريج بسنتين شغلت منصب مدير العمليات الأمنية في مطار أبو ظبي تابع لطيران الاتحاد. بعدها ظليت 10 سنوات في منصبي، التحقت بعدها في المشروع الوطني إكسبو 2020 دبي، وكنت ماسكة معاهم العمليات الأمنية والبروتوكول مكتب الوزيرة ريم الهاشمي. الحلو في مجال عملنا أن نحن مش ملتزمين بالوقت. الوقت عندنا بناء على جدول الزيارات، فأنا دايما أنزل للشغل للعمل في وقت اللي بيكون عندنا الزيارات. أحيانا يعني أنزل يعني الظهر، أحيانا أنزل مثلا الساعة 10 الساعة 11، يعني مش ملزومة أني أنزل كل يوم الصبح على الساعة يعني 5 أو الساعة 6 أتوجه يعني للعمل. فالحلو أن شغلنا يعني مرن ومعتمد على الزيارات اللي بتكون عندنا يعني في الإمارة، وتخدم الإمارة وتخدم المنطقة والجامعة نفسها يعني. الصعوبات اللي حصلتها أنا لما التحقت في المشروع الوطني 2020 دبي اللي هو كبر المساحة اللي عندنا. احنا كنا مسؤولين عن تأمين يعني جميع المناطق اللي موجودة تابعة والدول المشاركة وجميع الزوار وجميع كبار الشخصيات. كبر المسؤولية والحجم كان كبير، لذلك يعني احنا استمرينا في التخطيط لمدة 3 سنوات. وضعنا خطة استراتيجية لكيفية استقبال كبار الشخصيات، تأمين وصولهم، تأمين الأجنحة اللي هم بيشاركون فيها، تأمين المناطق الترفيهية والمناطق اللي بتكون تابعة للمنطقة اللي تخدم الزوار جميعاً. واختلاف يعني الثقافات، اختلاف اللهجات، اختلاف يعني الأديان. فالدايفرسيتي اللي كان موجود يعني من خلالها يعني تعلمنا كيف نقدر احنا نتعامل مع جميع الجنسيات اللي موجودة. تقريبا 200 جنسية قابلنا. وصل العدد إلى بما يقارب 23 مليون سائح. عملنا تقريبا كنا نعمل 24/7، وأنا وعندي مسؤوليات يعني برا حتى الشغل، مع أسرتي، مع زوجي، مع أولادي. فشوية تنظيم كان يعني تنسيق الوقت عندي يعني خذ من عندي وقت لين أنا ضبطته يعني. فالحمد لله يعني تقريبا سنة، وبعدين السنتين يعني الآخرين أنا ضبطها يعني، وعملت تايم مانجمنت
لجميع الأشياء اللي كنت أنا عايشتنها. يعني أهم شيء نسيت أذكر لك نقطة مهمة، أني أنا التحقت بدراسة الماجستير وأنا في المشروع الوطني 2020 دبي، ولكن جائحة اللي هو الكوفيد 19 كورونا ساعدتني في الموضوع هذا، لأن يعني ظلينا نحن تقريبا 9 شهور نشتغل من المنزل ريموتلي، فظلينا هاي الفترة كلها بالبلانينج والنسق، وضعنا الخطط الاستراتيجية للمكان وكل شيء. فخلال هاي الفترة أنا كملت دراستي وخلصت ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أنجلينا رسكن كامبريدج في بريطانيا. وهو أصلاً الدراسة لازم تكون يعني حضوري، بس الحمد لله أن الجائحة يعني استفدت منها أنا إيجابياً وحصلت على الشهادة يعني عن طريق الأونلاين. الإنسان دائماً لما يعني يتعود على الشيء يصير من روتين حياته، فصار من روتين حياتي إن أنا دائماً يكون عندي يعني جدول يومي لجميع المهام. مثلاً اليوم عندنا مثلاً زيارة الرئيس الفلاني، اليوم عندنا زيارة رئيس الوزراء مثلاً الدولة الفلانية، عندي اليوم اجتماع في المدرسة أونلاين مع ابني، عندي متابعة اليوم. فأنا دائماً الصبح يعني دائماً بعد صلاة الفجر الصبح أحط جدولي لليوم، أشوف مثلاً أدخل على الجروبات المدرسة للأطفال أشوف شو عندهم متابعات اليوم اللي أنا بسويه، فأحط جدولي كامل لليوم شو بسوي من بدايته لنهايته. يعني خلاص تعودت عليه وصار من روتين حياتي، ومن غير أني أنا لازم يعني أهتم في زوجي، ولازم أشوفه، ولازم أشوف شو يعني الأشياء اللي هو محتاجينها وأساعده. أحياناً يعني هو حتى يطلب مني مساعدة يعني في شغله، يعني ساعات مثلا أنا أساعده مثلا في وضع خطة، أو مثلا نشتغل مع بعض نساعد بعض، فهو دائما حتى يساعدني حتى في شغلي. بالويكند دائما خلاص أنا أفصل يعني الحياة العملية عن الخاصة، وبالجمعة يعني دائما نحن متجمعين عند أمي، والسبت بيت أهل زوجي. دائما يعني تقريبا يعني أنا أعتبر ما نسيت أي مناسبة اجتماعية أو أني أنا تخلفت عنها، إلا إذا كان مثلا عندنا ضغط، مثل التحاقنا في مثلا آخر المشروع مثلا مؤتمر المناخ الكوب 28، هذا كان متواصل مع الويكند، فهاي الفترة بس اللي أنا تخلفت عنها يعني عن أني أكون معاهم. من خلال مشاركتنا في المؤتمر المناخ الكوب 28 شاركت معاهم أنا منتدبة من المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، لأن احنا تابعين للتشريفات للمجلس التنفيذي، فشاركت معاهم في تشريفات الرئاسة البروتوكول تبع الكوب 28، وكنت مع بروتوكول الرئاسة، وكنت مع ماسكة رؤساء الدول، بالإضافة إلى وجودي يعني بشكل مباشر مع رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه. وكنت يعني فخورة جدا لكوني يعني أول شيء امرأة، ثاني شيء كنت معاهم يعني في كل الأوقات، وكنت يعني ملتزمة بكل الإرشادات والتعليمات اللي وصلت لنا من القيادة الرشيدة يعني. فالحمد لله والمؤتمر لاقى نجاح كبير، والنتائج يعني كانت مشرفة يعني للدولة. التحاقي في الجامعة أولاً لأنها تحمل اسم غالي علينا، اسم رئيس الدولة،
وثاني شيء اسم الذكاء الاصطناعي شدني الاسم. يعني أنا من الناس اللي أحب التعليم، أحب إني أثقف نفسي، أحب إني أتعلم أشياء جديدة حتى أنا ما أعرفها يعني. وأنا لأني متخصصة في مجال الأمن السيبراني وعندي دبلوم من بريطانيا في المجال نفسه يعني وأمن الطيران، فشدني أن موجود عندهم بالجامعة تعلم الأمن السيبراني عن طريق الذكاء الاصطناعي. فوايد شدني أني أنا أشوف كيف هم يدرسون الأمن السيبراني عن طريق الذكاء الاصطناعي. حلو في المكان أن الإمارة أو إمارة أبو ظبي فكرتها الاستراتيجية أن تجعل من إمارة أبو ظبي هب للذكاء الاصطناعي، في بدليل أن حكومة الإمارات الرشيدة أعلنت عن أول وزير للذكاء الاصطناعي سنة 2017. يعني نحن أول دولة في العالم أن تعلن عن تعيين وزير للذكاء الاصطناعي اللي هو معالي عمر سلطان العلماء. لذلك معنى ذلك أن الحكومة أو الدولة الحكومة الرشيدة مهتمة في مجال الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك المجال نفسه جديد، الجميع يبغي يعرف شو هو الذكاء الاصطناعي وشو نحن نقدر نسوي. الموجودين بالجامعة يعني من العلماء ومن الناس اللي يعني بريليانت يعني كثير أذكياء يعني وايد يعني عندهم إنجازات وبحوث عالمية وتم استقطابهم من أفضل 100 جامعة في العالم. ورئيس الجامعة اللي هو البروفيسور إريك زينغ هو من أفضل العلماء اللي موجودين متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا بالنسبة لنا يشكل تحدي. يعني نشوف أن هذا المجال دائما يعني يروحوا يعني اللي هم الذكور. فبالنسبة لنا أنا أحس أنه يعني نبغي نثقف يعني النساء أن يلتحقون في المجال هذا على أساس أنه حتى النسبة يعني تزيد. بس من 3 سنوات يعني الحمد لله هاي السنة اللي طافت يعني زادت النسبة يعني موجودين عندنا. بالإضافة لذلك البرنامج عندهم برنامج مميز يعني وحلو اللي هو برنامج المدراء التنفيذيين في إمارة أبو ظبي، إنه يلتحقون ياخذون يعني دورة في المجال الذكاء الاصطناعي عن طريق الجامعة عشان يكونون يعني مواكبين بالأنظمة الذكاء الاصطناعي. واللي موجودين عندنا في البرنامج الإكزيكتيفز بروجرام يعني من السي اوز اللي عندنا مثلا وكلاء الوزارات، عندنا رؤساء الشركات، عندنا يعني ناس يعني VIP. فعشان كذي نحن يعني موجودين عشان يعني نكون يعني نخدم المكان هذا يعني. أنا من أول ما أدخل البيت أفصل العمل عن المنزل أو عن حياتي الأسرية. أبدأ أنفذ جدولي اليومي اللي أنا حطيته لمتابعة الأولاد، متابعة يعني متطلباتهم، أشوفهم شو يبغون، إذا عندهم مثلا يعني سبيلينج إكزام ولا مثلا قراءة قصة. زوجي إنسان رياضي، الأكل عنده أو الوجبة عنده بالمقياس، فدايما هو تحصله هو اللي يعني يعمل وجبته الحالة نفسه. فأدخل معاه أساعده، أشوف شو اللي يبغي،
وهو يعمل وجبته اللي حق الدايت يعني تبعه. أجلس معاهم، يعني أنا عندي طفلي الأول من الاحتياجات الخاصة من أصحاب الهمم، ولكن يعني من النسبة البسيطة يعني اللي تستوعب. فدائما يعني أتابع مع المدرسة، هو عنده يعني دخلته في برنامج خاص يعني متابعة تطور النمو عنده، فدائما أنا على متابعة مع المختصين على يعني معاه. فدائما اذا بكون يعني في الشغل توصلني النوتيفيكيشن او الكومنتس اللي انا يعني يوم برجع البيت لازم اشوفه، يعني اعلمه زياده على الشيء اللي هم علموه في المدرسه. مثلا اكسرسايز معين، او مثلا عنده مثلا كلمه معينه لازم انا اركز عليها، هو يعني ياخذ وقت لين ما انه يعني يحفظها او يعني يتم يرددها يعني. فاخذ وقت لين ما اخلص هالشيء، وبعدين انتقل الى بنتي الثانيه. انا عندي 3 اولاد وبنت، وكل واحد يعني اعطيه حقه يعني. الحمد لله ما قصرت في حق حد يعني. محمد الكبير مشاركتنا في الخيول. عندي فاطمه تحب الباليه ودائما يعني اروح معاها، وهو صح ان الوقت ضيق بس يعني نلاقي وقت يعني الحمد لله. واحمد صغير يعني بعده يعني على الانشطه الرياضيه. بالبيت اجلس معاهم دائما يعني في الساحه هذه، واجلس اراقبهم هم يلعبون، لان دائما اللي هو التمرين الحسي للاطفال ينمي عندهم التطور والنمو بسرعه. ولما أجلس معاهم هم يعني يحسون أن وجودي مهم، ودائما أشوف يعني بيني وبينهم يعني علاقة قوية. يعني المكان اللي هم فيه لازم يكون أنا موجودة. وين أنتي؟ شو تسوين؟ تعالي. حتى لما يعني أكون ساعات أكون مضغوطة كثير في الشغل، يعني نحن يعني بحكم شغلنا أحيانا نكون حتى بالويكند يعني كبروجرام كامل، مثل مؤتمر المناخ يعني كنت حتى مع الويكند كامل يعني ما في ولا راحة ولا يوم. فكانوا في الويكند يشتاقوا لي ويتصلون وين 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 يعني نتعالي وشي. وبعدين من أخلص المهمة على طول أبدأ بالتعويض يعني معاهم ويجلس. وأحيانا بعد لازم الواحد يخصص له وقت لنفسه، ويخصص له وقت يعني لقاء أصدقائه. بعد يعني في الويكند يوم واحد، او مثلا لا الجمعه والسبت ساعات يكون ضيق بالنسبه لي، بس الاحد يعني اقدر اني اطلع والتقي في صديقاتي، او يعني على حسب كيف الجدول، ونجلس يعني خلاص نطلع نفصل حتى عن الدراسه، عن اي شيء، بس نتكلم عن الحياه، عن امور الحياه والضحك والسفر وكيف التخطيط يعني كلام يعني ستات على قولتهم. بالإضافة أني أنا دائما أشارك مع صديقاتي. يعني مثلا عندنا الحين على الأسبوع يعني بعد أسبوعين عندنا رايحين على الفجيرة، بنروح مسافي، بنسوي مثل المخيم. نحن بس يعني صديقات مع بعض بنسكن في مكان واحد، وبنشوف التجربة يعني كيف بتكون، وبيكون هايكينج يعني. فأنا أول مرة أمارس هالشيء في الجبال الإمارات يعني، وبنشوف ونكتشف الموضوع يعني، بنشوف كيف نحن بنقدر نستمتع يعني بهالشيء. كل يوم الصبح وأنا طالعة ورايحة الدوام أفكر في شيئين. الشيء الأول أني أنا رايحة كل يوم أعتبره أني أنا رايحة مهمة وطنية،
الشيء الثاني شو ما كان أنا أفكر بإيجابية. اليوم بيكون حلو، اليوم بيكون خفيف، اليوم بيكون حتى لو كانت ساعات العمل أحيانا يعني تاخذ من عندنا كثير، ولكن دائما أعطي نفسي اللي هو مؤشرات الإيجابية عشان أكون يعني سعيدة وأنا رايحة وأنا داخلة عليهم، حتى هم يشوفون يعني كيف يعني إني أنا دائما ترى الإيجابية أو الهابينس سبريد. فدائما يوم أنت توصل للمكان تدخل هم يشوفونه، وهذا يعني كل يوم أنا أسويه، ولازم أكون يعني كل يوم يعني فل اللي احنا نسميها في المجال الأمني فل جرومينج، اللي هو لازم يكون هندامة كامل يعني مرتب، كل شيء منسق، كل شيء يعني، لأن أنا يعني بروتوكول، فدائما اللي يشتغل في البروتوكول لازم يكون بيرفكت، لأن نحن بندرس أو نحن مستشارين في البروتوكول والإتيكيت. فدائما يعني أحاول إني أكون يعني كل شيء يكون يعني بيرفكت، وكل شيء يكون يعني كواليتي. دوري أنا أول شيء في المكان اللي حطوني فيه في جامعة الشيخ محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. هم ما عندهم كان جايد لاينز أو بوليسي ولا بروسيجر، لأن هم يعني في النهاية يعني تدريس، فما يعني غير ملمين في إجراءات مثلا الحكومية اللي تمثل التشريفات أو تمثل البروتوكول في الدولة. ف يعني على طول من أنا توظفت عندهم بلشت أكتب أو أسوي البروسيجر. أول شيء سويت البوليسي جايد لاينز وسميته، يعني اخترت له اسم يونيك الصراحة. هو كانوا هم حاطين بروتوكول اند دبلوماتيك افيرز جايد لاينز او بوليسي، انا غيرته وسميته مراسم. يعني انتجتني على الوقت اللي هو انا يعني مفكره فيه، فتقريبا من 3 أو 4 شهور اسسنا انا وخواتي يعني عندنا مشروع مؤسسه للاستشارات والتطوير المهني، ففيها يعني استشارات عن الاستراتيجيات، تدريب. فمن ضمن التدريب أو التريننج أقدم أنا تدريب للبروتوكول والمناسبات الدولية. ما في حد يوصل يعني من غير ما يكون يتعب يعني أو يحصل صعوبات في الحياة. يعني عامة حتى لو كانت صعوبات يعني كثير من الجوانب يعني. أنا يعني من الناس اللي كنت من أوائل الناس اللي دخلت المجال الأمني ومسكت أمن الطيران يعني في طيران الاتحاد. أنا كنت أول امرأة في مجال الأمن في طيران الاتحاد في أبو ظبي. فكانوا يعني في البداية كانوا يعني مثل اللي مستغربين، يعني انتي شوي بنت، يعني انتي شوي بنت تدخلين في هالمجال، يعني ها مجال يعني تحقيق وانفستيجيشن ويعني في كم من يعني الشغل اللي هو ميداني يعني. وكان في اكثر شيء يعني كله عن الانسيدنت وكيف نحن نحقق فيه وندخل في الطيارة ونحقق مع الناس ومع المسافرين. فكان يعني والله كانت تجربة حلوة يعني، اكتسبت فيها يعني حتى يعني كيف اني انا يعني احقق مع الناس، كيف اوصل للمعلومة بسهولة يعني، وكيف اني استخدم هالتريكي كويستشنز حسب افهم شيء ثاني او اسأل سؤال ثاني عشان احصل جواب ثاني. فكثير يعني من المعوقات او من الصعوبات اللي حصلتها اللي هو تقبل العنصر الرجالي في البداية لوجودي معاهم. وبس يعني الحمد لله احنا دائما الحمد لله ولله الحمد حصلنا دعم من القيادة الرشيدة. عندنا المساواة موجودة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات،
زوجي طبعا هو الشخص اللي يعني حببني في الرياضة أكثر. أنا أحب الرياضة أصلا. أنا أمي أول معلمة رياضة في الدولة، وبعدين طبعا صارت مديرة مدرسة، بس هي يعني أول ما تعينت كانت أول معلمة رياضة مواطنة يعني في الدولة في السبعينات يعني. وبعدين تقاعدت هي مديرة مدرسة، وأختي ماسكة كانت رياضة المرأة في مرت الشارجة، هي مدير عام رياضة المرأة. وإحنا عيلة كلها رياضية يعني.